المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها إجراء عمليات جراحة العيون لأكثر من 400 مواطن في عدقية. سمينار في الإقليم الأوسط لأصحاب المرافق العامة. وسمينار للإرتينا في هامبورغ الألمانية. داعش يقتل 52 شخصا في الكونغو. سبعة 27 قتيل في هجوم على مسجد شمالي نيجيريا. الرئيس الإيراني بيلاروسيا لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية. أهلا بكم مشاهدينا. أجريت عمليات جراحية لإزالة بياض العين ل 413 مواطن في مستشفى الدقيح من 14 وحتى 18 من أغسطس الجاري بالتعاون مع مجموعة البصر لجراحة العيون السودانية. وأفاد مدير المستشفى الطبية دكتور تغزابت كفلزجي أن المواطنين المستفيدين من العمليات الجراحية الذين قدموا من مديريات صنعافية وعالدقيح وطرونة وسكنيتي وفرو تم التعرف على مشكلاتهم مسبقا وتم التنسيق لإجراء العمليات في مستشفى الدقيح. وأوضح السيد ألم زكرياس من برنامج مكافحة والسيطرة على العمى أن العمليات التي تجرى بالتنسيق مع مجموعة البصر السودانية لأكثر من 15 عاما تسهم في تبادل الخبرات في إجراء العمليات. وأضاف أن الحملة تنظم في مستشفى الدقيح للمرة الأولى، حيث تم إجراء عمليات مماثلة ل 1200 مواطن في دقم حريه ومصوع وكرن، بالإضافة إلى تقديم الأدوية اللازمة والنظارات الوقائية ضمن برنامج إجراء العمليات. وذكرت عضو عيادة العيون بمستشفى الدقيح الشابة سوليانا أبرهة أن الخدمات الطبية والعمليات الجراحية قدمت مجانا للمواطنين وأنها كانت ناجحة. نظم فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع فرع السياحة بالإقليم محاضرة حول قانون العمل للموظفين وأصحاب المرافق الخدمية اليوم 21 من أغسطس. وفي المحاضرة التي حضرها أكثر من 300 شخص، حثت مديرة الفرع السيدة جمعة إبراهيم مقدمي الخدمات في الإقليم الأوسط على فهم قوانين العمل بشكل كامل وضمان السلامة والصحة في مكان العمل والالتزام بالقانون. وأوضح مسؤول قسم تراخيص العمل والرقابة المؤسسية في إدارة السياحة بالإقليم الأوسط السيد تخلي جبرلؤول أن هدف التدريب هو غرس المعرفة بقوانين العمل وضمان العلاقات الجيدة بين أصحاب العمل والموظفين لخلق بيئة عمل تحفز على الإنتاجية. وقدم أعضاء فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم شرحا مفصلا حول إعلان قانون العمل رقم 118 لعام 2001، وحث المشاركون بدورهم الجهات المعنية على إيجاد حلول فورية للمشاكل التي تحدث بين أصحاب العمل والموظفين وضمان الالتزام الصارم بقوانين العمل في عملية التوظيف بما يشمل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون على الطرفين. عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو سمينارا في 17 من أغسطس الجاري للمواطنين الإريتريين المقيمين في هامبورغ. وأكد على أهمية مثل هذه السمينارات في رفع وعي المواطنين ومعرفتهم بشؤون البلاد ومناقشة التأثير والمساهمة، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة للمواطنين. وأوضح مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد طعام هيلي في شرحه عن الأوضاع الراهنة بأن إريتريا تقوم بإسهامات من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. وذكر القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستي أن التأطير هو أساس الوحدة والعمل النشط، مؤكدا على أن تعزيز وحدة المنظمات الوطنية يتماشى مع المرحلة الراهنة. وقال منسق الشؤون القنصلية والدبلوماسية الشعبية السيد تخلو اللباسي أن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات القنصلية أسفرت عن نتائج مرضية. وأعرب المشاركون عن استعدادهم لزيادة مشاركتهم وتنظيمهم، وتعهدوا بالمساهمة في مشروع مدرسة فامبو الداخلية والذي بدأه الإريتريون المقيمون في ألمانيا. وأخيرا دعا القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو إلى وضع خطة ملموسة والعمل الجاد لتنفيذها.
نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع دورة تدريبية حول أنظمة التبريد والتسخين ل16 شاب بالتعاون مع وزارتي الأراضي والمياه والبيئة والدفاع. وأوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هبت مريم تسفى مريم في مراسم التخريج في 18 من أغسطس الجاري، أوضح بأن المتدربين هم أعضاء في وزارتي الأراضي والمياه والبيئة والدفاع، مشيرا إلى أن 70% من التدريب كان تطبيقيا. وذكر مسؤول اللوجستيك في مركز تدريب قوات الدفاع العقيد محاري في السهاية أن التدريب هام وضروري لمواكبة التقنية الحديثة. وأوضح مسؤول وحدة المواد الكيميائية والنفايات في وزارة الأراضي والمياه والبيئة المهندس روبيل كوبروم أن التدريب المهني يدفع بالتطور المستدام ويجب العمل به في كافة القطاعات. وقدمت في الختام الشهادات وتم تنظيم معرض للأعمال التي أعدها المتدربون. يجري العمل في عيلة برعد على زيادة عدد النساء الحوامل اللواتي يلدن في المرافق الصحية لضمان صحتهن وأطفالهن. وأوضحت مسؤولة مستشفى عيلة برعد الممرضة باستراد تخلاي بأن حملات التوعية مستمرة نظرا لفوائد الولادة في المرافق الصحية. وأضافت أن وجود غرف انتظار الحوامل التي شيدت بالدعم المجتمعي ساعد الأمهات القادمات من المناطق النائية. وأكدت أن تعاون جميع الجهات المعنية وتوعية المجتمع أمر ضروري لضمان وصول المعدل إلى المستوى المطلوب وقيام الحامل بالمتابعة الصحية 8 مرات حتى الولادة. وفي معرض إشارتها إلى الجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته، أشادت بدور ممثلي الصحة في القرى. وذكرت أن المستشفى يوفر خدمات المختبر والإسعاف وفحص السل وطب العيون وغيرها من الخدمات، مشيرة إلى أن نقص خدمات طب الأسنان والأشعة السينية وكذلك نقص الغرف والموظفين من بين التحديات الرئيسية. ويخدم المستشفى إدارة ضواحي إيرا العلاي وتحتاي وعد بربري ويقعر وبلدة عيلة برعد. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 52 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات دامية شنها متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة موالية لتنظيم داعش في مقاطعة شمال كيف وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة. وذكرت البعثة في بيان أنها تدين بشدة الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليمي بيني ولوبيرو بين 9 و16 من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن الضحايا يشملون نساء وأطفال. وأفادت البعثة الأممية بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ما تخلل الهجمات من عمليات خطف ونهب وإحراق للمنازل والممتلكات في ظل ظروف إنسانية وأمنية متدهورة. في خطوة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والإقليمي والاقتصادي، استضافت العاصمة الأفغانية كابول اجتماعا ثلاثيا جمع وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان. وحضر اللقاء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حيث رحب بهم مسؤولو حكومة طالبان لدى وصولهم إلى كابول. وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية أن المحادثات تناولت نقاشات شاملة حول مختلف القضايا بما في ذلك تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي. وبحسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية، ركزت مداخلات الوزير إسحاق دار على توسيع نطاق التجارة وتحسين الربط الإقليمي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن التجارة البينية بين روسيا والهند نمت بنحو 15% وبلغت مستوى تاريخيا. وأشار الوزير الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو عقب المباحثات إلى أن موسكو ونيودلهي لديهما خطط للتنقيب على الموارد بشكل مشترك على الأراضي الروسية. كما لفت لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند بنهاية العام، حيث سيتم إعداد حزمة وثائق شاملة للقمة الروسية الهندية. وشدد الوزير الروسي على أن القاعدة الاقتصادية لشراكتنا الاستراتيجية المتميزة تتعزز بشكل متين وتصاعدي بشكل عام.
أطلقت روسيا صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن خلال مناورات في بحر اليابان شاركت فيها أيضا طائرات ومسيرات وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة في بيانها أنه تم إطلاق صواريخ كاليبر وأوران من الفرقاطة مارشال شابوشينكو في بحر اليابان، مضيفا البيان أن المناورة نفذت بواسطة سفن وقطع بحرية تابعة لأسطول المحيط الهادي إلى جانب الطائرات البحرية والمسيرات التابعة للأسطول. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك اتجاها متناميا في اليابان للتخلي عن تعهدها المستمر منذ عقود بعدم إنتاج أو امتلاك أو استضافة أسلحة نووية على أراضيها، وهو ما يعرف بالمبادئ الثلاث غير النووية. مشاهدينا، قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إجراء عمليات جراحية في العيون لأكثر من 400 مواطن في الدقيح. سمينار في الإقليم الأوسط لأصحاب المنافق العامة. ودورة تدريبية للعمال في مصوعة. الصين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري كبير في سبتمبر. و27 قتيلا في هجوم على مسجد شمالي نيجيريا. والرئيس الإيراني من بيلاروسيا يقول بأن نقطة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.